السلام عليكم حبايب، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير وعافية. اليوم وصفتنا هي طريقة عمل كيكة البرتقال. طبعا كيكة كلش طيبة وشهية. هنا مثل ما تشوفون انا مسرعة الفيديو حتى لا يطول عليكم. ضفت 3 قلاصات من الطحين، عندي برش برتقالة واحدة، وملعقة كوب من البيكنج باودر. 3 أكواب طحين، برش برتقالة واحدة القشر مالتها، وملعقة كوب من خاشوقة كوب من البيكنج باودر، واخلطهم. هسه اجي هنا للخلاط، عندي برتقالة القشر مالتها اني اخذتها برشته واقطعها واخليها بالخلاط. بعد هي راح اجي اضيف كوب حليب، كوب الا ربع زيت، 3 بيضات، رشة ملح، وملعقة خل، وراح اخلطهم بالخلاط. اتركهم ينخلطون زين الى ان يصير عندي هذا القوام شوية ثخين كثيف يصير عندي. باعوا شلون ثخين، وراح اخليه على شكل قسمين للطحين. هذا القسم الاول وراح اخلطه. بعد ما يمتزج عندي كل الكمية راح اضيف القسم الثاني. هسه انا ضفت القسم الثاني، وراح تشوفون القوام اللي مطلوب. طبعا مقادير مضبوطة 100%. الكوب اللي تستخدموه للطحين ونفس الكوب تستخدموه لكل المقادير. صار عندي هذا القوام جهز عندي. هسه راح اجيب القالب. طبعا القالب دهنوه بالزيت، بعدها تخلوا له رشة من الطحين، نضيف العجينة. طبعا هذا القالب عندي كبير كلش، اذا عندكم قالب اصغر تطلع اعلى عندكم الكيكة. راح طبعا اضربوها هيك شوية حتى يطلع الفقاعات مالتها ويطلع مستواها عدل، ونخليها بالفرن. ونجي هنا نسوي الصوص مال البرتقال. طبعا ينطيها نكهة كلش طيبة. هنا عندي عصرت اني برتقالتين، صار عندي نص كوب، وضفت له نص كوب من المي ونص ملعقة من النشا. النشا راح يسوي لي اياه قوامه كثيف شوية. اذا تردوا انتو اذخن خلوا خاشوقة من النشا، واجيبه على النار اتركه يغلي شوية الى ان يصير عندي قوام شوية ثخين. مثل ما تشوفون اني ما ردته كلش ثخين، ردته هذا القوام. انتو اذا تحبوه اثخن ضيفوا له بعد نشا. بعد راح اتركه يبرد. وهنا الكيكة صارت عندي جاهزة. شوفوا شلون لونها حلو، جمالها والعلو مالتها شلون حلو. راح اجي اضيف هذا الصوص بعد ما برد البرتقال اللي سويناه. مثل ما قلت لكم اذا تريدوا انتو اثخن تقدرون تضيفون له بعد شوية نشا. وهاي النتيجة صارت عندي، وراح اشوفكم داخلها شلون هشة. والبرتقال ريحة البرتقال طبعا ما اسولفلكم عنها. باعوا لي اياها شلونها. شوفوا لي الجمال هذا. اتمنى تجربوه هذه الكيكة، وتقدرون هذا الصوص مال البرتقال تخلوه بكاسة وتخلون بيه كيكة وتاكلوه، او تحبوه بهاي الطريقة اللي انا مسويتها. والف عافية عليكم، مع السلامة.